نرجعوا دابا للموضوع ديال الفلاحه. سي العربي، شوف، لا انت لا الاخوان اللي كيسمعوني ولا اللي كيتابعوني، على كل حال دابا حنا كنعيشوا واحد المرحله جديده في الدنيا. جاب الله هذا السي ترامب وهو دار لا رupture que vous voulez, que vous avez dit, une rupture totale, globale, commerciale et peut-être politique et militaire. وذهب يصب الجحيم جحيمه هو في انتظار أن يعرف ما هو الجحيم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، يعني على إخواننا في غزة، والذين بالمناسبة يعني أجددوا التعاطف معهم، بل أكثر من التعاطف اللي عطى الله. وهذا احنا في الحقيقة كنعتقدوا بلي الواجب الشرعي ديالنا كان خصنا نكونوا معاهم، ننتصروا معاهم، نهزموا معاهم، كلاو ناكلوا معاهم، جاعوا نجوعوا معاهم، يعني عطشوا معاهم إلى آخره. ما عاشوا نعيشوا معهم، ماتوا نموتوا معهم. هذا هو الشرع ديالنا، هادشي اللي تيقول رجالا ونساء بدون إذن الزوج. ولكن كتعرفوا الظروف كيفاش دايره. احنا هاد الساعه دابا كنشوفوا وتنبكيو بحال العيالات وتنساندوا واحد الشويه يعني، ولكن داك الشيء نخجل من ان نذكره، الا ان نقول ربما يكون لنا يعني ماشي حجة ولكن مبررا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا في حقهم. وبالمناسبة أدعو إخواني المغاربة جميعا إلى أن يساهموا في المسيرات كلها التي لا تتوقف، الوقفات ديال الشعب المغربي، وتنهنيش الدولة المغربية على الموقف ديالها اللي كتسمح بهذه الأنشطة. واليوم يعني أنا سمعت واحد التسجيل من واحد الأخ من غزة، ورجل رائع في كلامه، يثني على المغرب وعلى المغاربة بطبيعة الحال. جبد هذيك الفتاة ديال أمريكا ديال مايكروسوفت، وجبد الوقفات، وهذيك راه مسائل مهمة جدا، المسيرات إلى آخره. وكاين غدا مسيرة كما لا يخفى. أدعو المغاربة جميعا، يعني كل من يسمع هذا النداء إلى أن يبادر إلى المجيء، فهمتني ولا؟ راه حتى شي عدد ما هو كثير على غزة ما يقع فيها الآن، ولكن إن شاء الله ربما يكون شي فرج قريب عند الله سبحانه وتعالى. فأنا بغيت نقول هذا الارتباك وهذا الاضطراب اللي خلق هذا السي ترامب في العالم، وهذا التكسير ديالو لهذه الهيمنة اللي كانت ديال الأمريكيين بتلك الطريقة. هو باقي مصر على الهيمنة ديال أمريكا على العالم، ولكن بطريقة يعني أخرى. ولكن الآن أثار انتباهنا إلى شيء يعني، وهو أنه لا يمكننا أن نعول في المستقبل إلا على الله ثم على أنفسنا. القضية ديال الأمن الغذائي اللي هو الأساس بعدا، لأنه بنادم إلا ما كلاش راه ما كاين والو بعدا، ما كاينش لا بنادم لا الحيوانات لا شي حاجة. أول شيء خصو بعدا ياكل قبل لا ما يقرا، ولا خصو ياكل انت، والا ما كاين لا قرايه لا حتى شي حاجة. باش ياكل الإنسان تيخصو يكون تيضمن يعني لنفسه. والمغرب كان دائما عنده في التاريخ ديالو هذا النوع ديال الاستقلال على المستوى ديال التغذيه، بل كنا نصدروا للخارج كما لا يخفى عليك. غير في فرنسا كانت كتاخذ من عندنا حتى الابقار والاغنام والحبوب والقطاني والى اخره بطبيعه الحال، وكتصيفطها لفرنسا. وحتى قبل ما تكون هي كدير شي حنا كنا كنصدروا حتى السكر كما لا يخفى عليك. فانا باغي نقول لكم انه اليوم، حيت واحد الوقت كنت اصطدمت انا والسي الداودي حفظه الله، فهمتيني ولا لا؟ كيقول لي السي عبد الاله غنبداو نشريو القمح 150 درهم ليفغي، يعني في واصل يعني في الميناء ديالنا في الدار البيضاء، ولا نتجنا حنايا غيطيح علينا 250 درهم ولا 300 درهم. كنقول له السي الداودي واخا يطيح علينا باش ما طاح القمح ديالنا خصنا نتجوع حنا. القمح الامور الاساسيه بالخصوص الحمد لله حنا كننتجوا الزيتون، كننتجوا واحد العدد ديال الامور الاساسيه. على كل حال القضيه ديال اللحوم ربما هذه اول مره اللي احتاجنا نستوردوا، ما كناش كنستوردوا اللحوم، فهمتينا ولا لا؟ فبالمناسبه دابا باش كاين شي لحوم ثمنها 1000 درهم 1700 درهم، ما عرفتش واش اخبار كتشي ولا لا ديالها ما نعرف. كاينه هذه كاينه، وقيل لي انها تباع بالخصوص لي زوتيل اتسيتيرا، وتجي من الولايات المتحده والله اعلم يعني كيفاش دايره هذه اللحوم بطبيعه الحال. ف يعني هذه القضيه هذه ديال الامن الغذائي ديالنا
خصو يكون يعني يكون سيادي ويكون منتج، ونديروا الإجراءات والسياسات الحمائية اللازمة والمساندة للفلاح اللي غنرجع لها، فهمتي ولا، باش يكون عندنا هذا الشيء هذا، باش كيف ما وقعت التقلبات في المستقبل في العالم الى حفظ الله سبحانه وتعالى وبقينا بسلام، لانه هذا الشيء توا ولا خطر، فهمتي ولا، يعني نكونوا مطمئنين انه على الاقل ما ناكل، او على الاقل الحد الادنى ما ناكل سيكون بين ايدينا.